في تلك المباراة ليأتي مرة أخرى وليعود لهذا الملعب في مباراة الدور الماضي، الدور ربع النهائي، عندما تجاوز المنتخب السوري على أرضية هذا الملعب في تلك المباراة. جانب من الحضور الرسمي لهذه المواجهة، وهنا الصورة الرائعة لملعب المباراة ولواحد من أجمل ملاعب دولة قطر وأكثرها إرثا وتاريخا، وهو استاد خليفة الدولي هنا بالعاصمة القطرية دوحة. ندخل سريعا إلى أجواء المباراة، ندخل سريعا إلى تفاصيل هذه المواجهة. نبدأ بتشكيلة المغرب الذي يبدأ من خلالها السيد طارق السكتيوي الذي يختار مهدي بن عبيد على مستوى حراسة المرمى. هناك حمزة المساوي، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، محمد طبعا بولكسوت إلى جانبي ربيع حريمات وأنس باش، لدينا أمين زحزوح، وهناك أيضا اللاعب أسامة طنان إلى جانب كريم البركاوي ووليد. مواجهة الكبيرة جدا هنا بمحاولة ولكن أيضا مرت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية وفي اللقطة الأخيرة. أي ليلة سنقضيها وكيف ستكون هذه الليلة بتفاصيلها الكبيرة. ترى النسخة الماضية، وعلى اعتبار أن تطورا واضحا ملموس على مستوى هذه البطولة خلال المباريات الماضية. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإماراتي، ولكن أيضا بعد من جانب الدفاعات في اللقطة الأخيرة عن طريق محمد بولكسوت في اللقطة الأخيرة وفي الكرة الماضية. هذا هو الحال بالنسبة لهذه المواجهة وبالنسبة لهذه البداية. بينما هنا حكم المباراة، الرجل الذي يدير هذه المباراة، الحكم النرويجي. حديث هنا يا سادة عن السيدة إسكوس البالغ من العمر 37 سنة. يبدو أن هناك جانب من المطالبات في اللقطة الأخيرة، ولكن حكم المباراة أمر بالاستمرار، حيث لا شيء هنا في الكرة الماضية. المنتخب الإماراتي يتحصل على ركلة ركنية أخرى لصالح الإمارات. كرة إذن إماراتية ترسل بهذا الشكل، ولكن أيضا صافرة موجودة، والخطأ التي أظهرت مستويات رائعة جدا في هذه البطولة. كرة للأمام لكن أيضا تبعد من جانب دفاعات الأبيض الإماراتي في اللقطة الأخيرة إلى ركلة للمغرب. كرة ملعوبة إذن لمنتخب أسود الأطلس. هذه محاولة، هنا كرة لا زال، هنا المرور، هنا العبور، هنا الضربة، تسديدة، ولكن حارس المرمى حمد المقبالي أقبلت إليه سهلة بمنتهى السهولة، وبالتالي مباشرة المباراة النهائية والوصول إلى المباراة النهائية. تصويبة هذه الكرة ولكن سهلة جدا، وصلت لحارس المرمى حمد المقبالي في اللقطة الأخيرة بمنتهى السهولة. صراع شرس على باب النهائي الحل هذه البطولة عن رغبة. أظهر الكثير من الاحترام والتقدير لدولة الإمارات، الرجل الذي عاش في يوم من الأيام وتواجد. هذه كرة للأمام للمغرب، خطير المحاولة، ولكن بعد ذلك وصلت سهلة لدى حمد المقبالي، على اعتبار أن السيد طارق السكتيوي لعب وعمل في دولة الإمارات. هذه المرحلة المهمة جدا والحاسمة من بطولة كأس العرب في هذه البطولة. ركلة ركنية سترسل هذه الكرة عن طريق أمين الزحزوح. أمين زحزوح إذن هذه كرة للمغرب تصل بهذا الشكل، لكن بالراس مقطوعة من جانب دفاعات الإمارات. هذه كرة هنا المساحة، هنا مر راح بكرة بمحاولة تصويبه هنا. يا لها من كرة مرت كايو في لقطة وفي محاولة، كاد أن يأتي هنا بأول الكرات وكاد أن يكون أول الواصلين بضربة وبمحاولة تصويبة، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. لازلنا نريد الهدف الأول. من يأتي أولا؟ حمزة المساوي. كرة للمغرب، هذه كرة، هنا المحاولة، أمين من اليسار. الله على الكرة، الله على المحاولة، على العرضية، على الكرة الرائعة، لكن هناك حالة تسلل في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية بالفعل. لاحظ هنا كرة من اليسار بالفعل. وليد أزارو كان في وضعية التسلل أزارو بالفعل. جماهير تريد اللحظة، يسألك عن ما فعلت في مباراة كهذه المباراة، وفي دور كهذا الدور، وفي ليلة كهذه الليلة هنا بين الفريقين أو بين المنتخبين. لا يمكن أن تمر هذه المباراة
بصورة عابرة أبدا أبدا. إذن خطأ لمصلحة الإمارات، لمصلحة المنتخب الإماراتي. لوكاس بيمنتا يلعب الكرة للأمام. في هذه اللحظات تكتب الروايات، وفي مثل هكذا مباريات تكتب أجمل وتصنع أجمل الذكريات في عالم كرة القدم. من أجل الذكرى، من أجل الذكرى يا إماراتي، من أجل الذكرى يا إماراتي. الله الله، كاد أن يأتي، كاد أن يصنع ذكرى، كاد أن يصنع لحظة في اللقطة الماضية، ويأتي هنا بلحظة وبلقطة من اللقطات التي قد تكون للمغرب. هذه كرة، هنا المحاولة، ولكن خطأ، والصافرة المسموعة خطأ على يحيى الغساني في الكرة الأخيرة. جميل المباراة، كل ما ينقص المباراة هدف على أرضية هذا الملعب. الجولة أو الدور الماضي ربع النهائي المغرب وسوريا. هذه العرضية، كرة من جديد. الله الله على المغرب، الله على منتخب الأسود، أسود الأطلس. نعم، ضربة وأي ضربة، كرة وأي كرة. الله 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 على الكرة، على الروعة، على العرضية، على النهاية، على التصويبة، على النهاية الرائعة. يا الله يا الله، في كأس العرب، في كأس العرب عليك أن تضيء، عليك أن ترى، وعليك أن تكتب فصلك الخالد، فصلك الخالد. نعم، هذا هو الفصل الخالد. هذه الكرة الخالدة التي ستروى ربما للمباراة النهائية، والتي ربما توصلهم إلى المباراة النهائية في كأس العرب. عليك أن تضيء، وعليك أن ترى، وعليك أن تكتب فصلك الخالد. فعادة يتجاهل التاريخ معظم الأيام، إلا الأيام التي تغير مجرى المباريات، إلا اللحظات التي تغير مجرى مثل هكذا مواعيد. سجل المنتخب المغربي أولا، وضع الكرة في المرمى ليأتي